يلا بينا في تاني حلقة من حلقات هنلفها. هنروح سوا الدير البحري. شايف الدير؟ طب خدت بالك من البحر؟ اسم مش على مسمى خالص، لا في دير ولا شميت يا اخويا ريحة البحر. بحري هنا مش علشان فيه بحر، لا، علشان كان في الناحية الشمالية من وادي الملوك. وكلمة بحري عند المصريين القدماء يعني شمال، مش شط وسمك وبيجامة صيفي. ولما الرهبان المسيحيين في العصور الوسطى شافوا المعبد قالك الله، المكان ده فاضي وواسع، يلا بينا نعمله دير. وقعدوا فيه وسكنوا وحتى بنوا جواه كنيسة، ومن يومها اتسمى الدير البحري. أما بقى اللي بنت المعبد هي الملكة حتشبسوت، ملكة كده دماغها كبيرة، قررت تحكم في وقت كله ملوك رجالة. وقالت لهم لو الزعامة بتدق هلبس لكم دق. وراحت عملت معبد 3 أدوار في قلب الجبل، وكأنها بتقول للي بعدها كبر دماغك وسيب لك أثر. دي عملت جدارية لرحلة بونت، جايبة فيها بخور وذهب وجمال، شكلهم كده كانوا راجعين من أجازة في دهب. لا دي ما كانتش ملكة، دي كانت بلوجر وبتعمل كونتنت بصري على الحيطان. المهم بعد ما ماتت يا عيني حتشبسوت، اللي جه بعدها قالك امسحوا اسمها ومحدش يجيب لي سيرتها تاني. بس التاريخ معرفش يشطب اسمها. المعبد واقف في قلب الجبل ولسه بيقول هنا حتشبسوت. فلو رحت الأقصر عدي وسلم على الملكة التقيلة قوي دي، وسيبك من الترند وتعلم من اللي خلدت اسمها جوه قلب جبل.